السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير انتوا كل اللي بتحبوه. النهارده احنا هنحل مع بعض الباب الرابع والباب الخامس من كتاب المدرسة. أسئلة كتاب المدرسة يا شباب هي أهم أسئلة أو أهم مصدر أنت ممكن تدور فيه علشان تحاكي أسئلة امتحان آخر السنة. أرجوك ركز في كل سؤال احنا بنقوله دلوقتي، ولو في أي سؤال أنت ما فهمتوش أو وقف عليك ابعت لنا على رسائل الواتساب، تلاقينا بنرد عليك على طول. يلا بينا. بيبدأ الباب الرابع معانا في السؤال الأول اللي بيقول: يرجع التوازن الأيزوستاتيكي على سطح الأرض إلى تأثير مين؟ سريعا نفتكر إن التوازن الأيزوستاتيكي كان حاصل بسبب وجود جذور للجبال تغوص في طبقة الوشاح عالية الكثافة لمسافة تصل لأربعة أمثال طول الجبل. وطبعا كان التوازن ده بيحصل نتيجة عمليات التعرية اللي بتأثر على الصخور والترسيب اللي بتحصل في أحواض الترسيب في الأماكن المنخفضة، فده كان بينشأ عنه ضغط عالي هنا وضغط قليل عند الجبال، فكان بينشأ بسببه حركة للصهارة من أسفل منطقة الترسيب إلى قاع منطقة التفتيت، فتفضل القشرة الأرضية في حالة من التوازن والاستقرار. لو خدت بالك هتلاقي إن إحنا بنتكلم هنا كده على عوامل خارجية هي اللي نقلت الفتات ورسبته، وبنتكلم هنا على عامل داخلي اللي هو حركة الصهارة اللي اتنقلت من أسفل منطقة الترسيب إلى قاع منطقة التفتيت. بالتالي التوازن الأيزوستاتيكي بينشأ على سطح الأرض من تأثير العوامل الخارجية والداخلية. الإجابة باء. ما سبب اختفاء 5 أفرع لنهر النيل؟ السبب هو زيادة الترسيب، لأن النهر كان عنده أو نهر النيل كان عنده 7 فروع في الماضي من أفرع نهر النيل، لكن 5 منهم اندثروا بما رسبه النهر فيها. نص الكتاب بيقول كده: بما رسبه النهر فيها. ففي 5 فروع اندثروا ما عادوش موجودين بسبب اللي رسبوا النهر فيهم، وفضل فرعين دلوقتي اسمهم دمياط ورشيد. 3. ما نتيجة إزالة 100 مليون طن سنويا من رواسب النهر من جنوب السد العالي في أسوان. احنا عارفين ان النهارده في الرسمه اللي فوق دي احنا بنرمي هنا كده 100 مليون طن من الرواسب نهر النيل بيرميهم. لما نهر النيل بيرمي 100 مليون طن وانا اروح ارمي ال 100 مليون طن دول بعيد، يعني اخد الفتات من هنا وارميه بعيد. كل ما النهر يرمي انا اخد الفتات وابعده، كل ما النهر يرمي انا اخد الفتات وابعده، كده مفيش ضغط هيبقى حاصل اسفل منطقة السد، بالتالي حركة الصهارة دي هتقف. فالإجابة هتكون إن الصهارة هتستقر أسفل بحيرة ناصر. السؤال رقم 4 بيقول لي: شكل سطح الأرض في تغير مستمر وتوازن بفعل مين؟ بفعل طبعا العوامل الداخلية والخارجية اللي بتأثر على صخور القشرة الأرضية. السؤال 5 بيقول لي: ماذا يحدث عند توقف حركة المجمى في مصر من الشمال إلى الجنوب؟ إحنا عارفين إن نهر النيل أهو بيجيب من هضبة الحبشة وأفريقيا الاستوائية 100 مليون طن يروح يرميهم في منطقة الدلتا. بعد كده حركة الصهارة هي اللي بتعوض اللي اتنقل من هضبة الحبشة وأفريقيا الاستوائية عشان تفضل القشرة في حالة من التوازن والاستقرار. فمعنى إن الصهارة حركتها وقفت فده معناه اختفاء هضاب الحبشة، لأن مفيش حاجة عادت هتعوضها. السؤال 6: تعرضت الصخور الرسوبية لقوة تكتونية غير شديدة، يقصد يعني حركة بانية للقارات قوة تكتونية مش شديدة لأنها لا تنت الصخور جامد ولا كسرتها، لكن تعرضت صخور أخرى لقوة تكتونية شديدة بيه يقصد بيها حركة بانية للجبال. والحركات البانية للجبال قوة تكتونية شديدة فعلا لأنها بتأثر على الصخور بعمليات الطي العنيف والتصدع. فتبقى إيه؟ حركة بانية للقارات وبيه حركة بانية للجبال. الإجابة باء. 7. ادرس الرسم التخطيطي الذي يوضح توزيع المغناطيسية في منطقة ما، ثم استنتج ما سبب تماثل الأقطاب المغناطيسية بهذه المنطقة. طبعا ده اسمه حيد وسط المحيط، وده قاع محيط. طبعا ده اسمه كده قاع محيط، ده الجنب اليمين منه وده الجنب الشمال منه. الحركة هنا حركة تباعدية أكيد. ليه؟ لأن في هنا حيد وسط محيط أهو، في تيارات صاعدة، هي صح. يبقى التيارات الصاعدة دي عملت حركة تباعدية بين لوحين من السينا اللي هي ايه؟ مين يعني؟ اللي هي القشرة المحيطية. ما الدليل الذي يثبت وجود قارة جندوانا العملاقة متصلة في الماضي؟ اللي بيدل على وجود جندوانا هو الثلاث شواهد الأخرى: مسالك حقب الحياة القديم المتأخر والأحافير الحيوانية والنباتية والبناء الجيولوجي للقارات. مين فيهم موجود في الاختيارات؟ الإجابة ج: حفريات بذور وأوراق نباتات برية أولية. لكن الإجابة أ والإجابة باء والإجابة د كلهم بيتكلموا على مين؟ على المناخ القديم يا صديقي. رواسب كلوريد الصوديوم يعني الهالايت، عضويه من الكربون يعني الفحم، بقايا لا فقارات بحريه في بيئه مداريه يقصد بها مين؟ يقصد بها الشعاب المرجانيه. دي ودي الثلاثه اتقالوا في المناخ القديم. واكتب عندك لو مش كاتب ان المناخ القديم بيدل على وجود لوراسيا، انما الثلاث شواهد الاخرى اللي قلت لك عليهم من شويه بيدل على وجود جندوانا. مين هم؟ مسالك حقب الحياه القديم المتاخر والبناء الجيولوجي للقارات والاحافير الحيوانيه والنباتيه. الاجابه ج.
سؤال 9 بيقول: ما نوع الحركة التكتونية التي أدت إلى تكوين بعض الجزر البركانية في المحيط الهادي؟ الجزر البركانية بتنشأ نتيجة إيه؟ حضرتك عارف، نتيجة تقارب لوحين محيطيين، فواحد فيهم بيندس تحت التاني وينصهر في طبقة الوشاح. الكلام ده هو لما بيحدث بين لوحين محيطيين بيكون جزر بركانية. يبقى الإجابة حركة تباعدية ولا تقاربية؟ أكيد مش تباعدية، حركة تقاربية. بين لوح بازلتي ولوح من السيما ولا لوح جرانيتي ولوح من السيال؟ طبعا لوح بازلتي ولوح من السيما يقصد بيهم لوحين محيطيين. السؤال 10 بيقول لي: ما الذي أو ما المنطقة التي تحتوي على صخر هيماتايت زاوية انحرافه 70 وتبرهن على حدوث الانجراف القاري؟ صخر زاوية انحرافه 70 المفروض مكانه الطبيعي يكون قريب من القطب، فوجودها في المنطقة بتاعة الصحراء الكبرى، منطقة الصحراء الكبرى يعني المنطقة المدارية، المنطقة المدارية عند دايرة عرض تقريبا 30، دايرة عرض 30 يعني المفروض زاوية انحرافها تبقى 30 برضو تقريبا، صح؟ فوجود صخر زاوية انحرافه 70 عند مكان دايرة عرض 30 هو ده اللي بيسبب او بيؤكد زحزحه القارات. تدل الرواسب الاقتصاديه المتواجده في بضعه وصوره، اقصد بيها الفحم يا مستر، على ان المنطقه كانت زمان منطقه سهول منبسطه، منطقه دافيه ورطبه وسهول منبسطه ذات تربه غنيه بالعناصر اللازمه لنمو النبات. ما الذي يعبر عن منطقه على طول حدود الصفائح التكتونيه حيث يتحرك لوح اسفل الاخر؟ لوح بيتحرك تحت التاني، دي حركه ايه؟ دي حركه ايه يا صاحبي؟ اللوح اللي بيتحرك تحت التاني دي حركة تقاربية، حركة هدامة. السؤال رقم 13 بيقول لي: وجود طبقات الفحم في منطقة الغابات الصنوبرية دل على إيه؟ الفحم ده بيتوجد في المنطقة الاستوائية يا مستر، فوجوده عند منطقة الغابات الصنوبرية دليل على الانجراف القاري. ادرس الشكل التالي ثم استنتج. أي المناطق التالية الأحدث في العمر؟ الأحدث في العمر هو اللي جنب الحيد، الحيد أهو، واللي جنبه على طول سي هو الأحدث في العمر. 15: ما نوع الحركة بين المنطقتين اكس وواي على الترتيب؟ المنطقة اكس عندها حركة تقاربية في اندساس اهو، والمنطقة واي عندها برضو اندساس، فالاثنين حركات تقاربية، يبقوا الاثنين حركات هدامة. 16: الحدث الجيولوجي الذي صاحب ظهور الثدييات المشيمية يقصد العصر الطباشيري يا مستر. العصر الطباشيري عنده ايه؟ عنده فحم ولا عنده فوسفات ولا ملح صخري ولا تربة خصبة؟ الإجابة الفوسفات في سفاجة. السؤال 17: ادرس الشكل التالي ثم أجب من خلال دراسة نظرية العلماء إيزاكس وأوليفر وسايكس وخريطة توزيع الهزات الأرضية في العالم. حدد، اسمع مركز الزلازل المحلية محدودة التأثير. يقصد إيه بمركز الزلازل المحلية محدودة التأثير؟ يقصد بها الزلازل، اكتب البركانية. الزلازل البركانية هي اللي محدودة التأثير. روح راجع على أنواع الزلازل، فالإجابة هي 3. واضح في الصورة إن ده بركان أهو، صح؟ فالإجابة هي 3. 18: تحدث في البحر المتوسط، في البحر المتوسط حركة تكتونية نتيجة تقارب لوح قاري مع لوح محيطي، بتبقى موجودة في البحر المتوسط وفي جبال الإنديز. فالإجابة هي تقارب لوحين، تقارب مش تباعد، تقارب لوحين، واحد نسبة السكة فيه 70 والتاني 50، يعني لوح قاري وآخر محيطي. الإجابة باء. 19: ما الذي يبرهن فرضية تحول البحر المتوسط إلى بحر مغلق عبر العصور الجيولوجية اللي جاية إن شاء الله، العصور القادمة؟ إيه اللي يخلي البحر المتوسط بحر مغلق؟ نتيجة حدوث حركة تقاربية هنا. وجود طيارات حمل صاعدة ولا وجود طيارات حمل هابطة؟ الطيارات الصاعدة بتبقى موجودة عند حيد وسط المحيط، وعند حيد وسط المحيط في حركة تباعدية، يعني الإجابة غلط. طيارات الحمل الهابطة بتكون موجودة عند الأغوار البحرية، والأغوار البحرية تنشأ نتيجة تقارب لوحين، فالإجابة هي الطيارات الهابطة فعلا. الإجابة باء. السؤال 20 بيقول لي: ادرس خريطة مصر التالية ثم استنتج فيما تتشابه الأماكن المحدد أو المحددة بالأرقام من 1 ل 3. 1 البحر المتوسط، 2 خليج العقبة، 3 البحر الأحمر. الإجابة هي نوع الحركة التكتونية؟ أكيد لأ، هنا تباعدية، هنا انزلاقية، هنا تقاربية. نوع الزلازل متكونة لأن كلهم زلازل تكتونية، لأن كلهم موجودين على حواف الألواح التكتونية. 21: في الشكل التالي ما نوع الحركة التكتونية اللي بين 1 و5؟ 1 و5 يا صديقي، 1 و5 نوع الحركة التكتونية ما بينهم ما بين اللوح الأسيو أوروبي واللوح الهندي في حركة تقاربية أدت لتكوين جبال الهيمالايا. السؤال 22: أي الأحداث الجيولوجية صحيح بالنسبة لحركة الألواح التكتونية ما بين A و B؟ ما بين A و B.
A عندها حركة تباعدية لأنها موجودة عند حيض وسط المحيط الأطلنطي، وB عندها حركة تقاربية نتيجة تقارب لوح قاري وآخر محيطي اللي كونت البحر المتوسط. فتبقى عند A حركة بنائية وعند B حركة هدامة. الإجابة د. السؤال 23 في الحركات الهدامة يعني التقاربية بين لوح مكون من السيال والتاني من البازلت، يعني لوح قاري ولوح محيطي، يتكون مين؟ يتكون صخر الانديزايت. طبعا صخر الانديزايت اللي بيتكون نتيجة تقارب لوح قاري مع لوح محيطي. ما ادرس الشكل المقابل ثم اجب. ماذا تتوقع حدوثه عند النقطة A؟ عند النقطة A في تقارب وقال لك ان ده عند البحر المتوسط، يعني تقارب لوح قاري مع لوح محيطي. اندفاع لافا مكونة صخور بركانية متوسطة. ليه؟ نتيجة ان البحر المتوسط حركة تقاربية بين لوح قاري ولوح محيطي، فبتكون صخور نارية متوسطة بركانية زي جبال الانديز اللي موجودة في جبال زي صخر الانديزايت الموجود في جبال الانديز. 25 امامك 3 دوائر بتعبر عن تسجيل الموجات الزلزالية في 3 محطات مختلفة. ادرسها جيدا ثم أجب. أي الأماكن يعطي أقل قيمة على مقياس ميركالي المعدل؟ مقياس ميركالي المعدل يا شباب يقصد بيه مقياس شدة الزلزال، وإحنا عارفين إن كلما ابتعدنا عن نقطة فوق مركز زلزال كل ما الشدة قلت. مين أبعد نقطة عن نقطة فوق المركز؟ هي النقطة واي هي الأبعد، يعني هي اللي هتعطي أقل قيمة على مقياس ميركالي المعدل. 26 مركز زلزال يقع على عمق 5 كيلو أسفل قاع بحر. ما نوع الموجات الزلزالية الداخلية التي تعمل على اهتزاز سفينة تعلو هذه المنطقة؟ الموجات الداخلية أكيد مش السطحية، صح؟ تبقى ثانوية مستعرضة ولا داخلية بطيئة ولا أولية طولية؟ كده الثانوية المستعرضة والداخلية البطيئة هما نفس الحاجة أصلا، اللي هي الموجات الثانوية، صح؟ لكن اللي هتنقل هي الموجات الأولية. قول لي ليه؟ لأنه قال لي إنها عدت من البحر، عدت من مية، عدت من وسط سائل، والموجات اللي تقدر تعدي من وسط سائل هي الموجات الأولية بس. سؤال 27 بيقول ادرس القطاع الذي أمامك اللي بيمثل جزء من نطاقات الكرة الأرضية ثم أتنبأ بإيه يا سيدي؟ أي الأماكن تعبر عن مصدر زلزال أو مركز زلزال بلوتوني؟ الزلازل البلوتونية توجد مركزها على عمق سحيق في باطن الأرض قد يصل إلى 500 كيلومتر. 500 كيلومتر يعني عند زد، عند الوشاح السفلي، فالإجابة زد. 28 يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل في كل الأماكن التالية ما عدا. كل الأماكن ما عدا إيه؟ الحركة الانزلاقية أكيد عندها زلازل، تداخل ألواح أكيد عندها زلازل، الحركة البنائية الألواح اللي هي الحركة يعني التباعدية برضو عندها زلازل. كل دي اسمها زلازل تكتونية. لكن مين بقى اللي ما عندوش زلازل؟ حركات البنية للقارات. ليه؟ لأنها لا بتتني الصخور ولا بتصدعها، بالتالي هذه الحركة ما بتكسرش الصخور، بالتالي ما بتأديش لحدوث زلزال. لأن الزلزال، وارجع لحصة الباب الرابع، ما بيحصلش أبدا إلا إذا حصل كسور للصخور اللي بتحرر طاقة الوضع وتحولها إلى طاقة حركة. ناخد بقى شيء. 29 ما الذي يميز أول الموجات الزلزالية وصولا لمحطات الرصد من زلزال عمقه 10 كيلو في قاع بحر؟ مين أول الموجات الزلزالية أصلا وصولا يقصد بها الموجات الأولية بيه؟ الموجات الأولية معقدة؟ لأ. موجات اهتزازية مستعرضة؟ لأ. تنتشر في المواد الصلبة؟ بس لأ. تتكون من تضاغطات وتخلخلات؟ حصل، لأنها موجات طولية ابتدائية بتتكون من تضاغطات وتخلخلات، وحتى لو ما عرفش تجيبها فأنت هتجيبها بالاستبعاد. 30 لتحديد أكثر الأماكن تأثرا بالزلزال يلزم معرفة إيه؟ يقصد إيه بالكلام ده؟ هو يقصد إن أنت تحدد نقطة فوق مركز الزلزال. نقطة فوق مركز زلزال لازم أعرف الزمن والسرعة والمسافة عشان أحددها، لكن مش لازم أعرف نوع الزلزال، فالإجابة ألف. من تسجيل مراكز الزلازل تم تحديد إيه؟ من تسجيل مراكز الزلازل حول العالم أمكن تحديد 7 ألواح تكتونية كبيرة، يعني قدرت أحدد عدد الألواح التكتونية. الإجابة ألف. سؤال 32 بيقول لي كل مما يلي من خصائص الموجات الزلزالية بالشكل ما عدا إيه؟ مين الموجات الزلزالية الموجودة في الشكل دي؟ دي موجات ثانوية. عرفت إزاي؟ من حسن حظنا إن الكلام ده موجود في كراسة المفاهيم، الصورة دي موجودة في كراسة المفاهيم، مش مضطر إنك تحفظ شكلها. فالشكل ده هو بتاع الموجة الثانوية. الموجة الثانوية بقى مالها يا أستاذ؟ الموجة الثانوية تستخدم في الكشف عن النفط؟ ممكن. متوسطة السرعة بالنسبة لباقي الموجات؟ حصل، لأنها فعلا أبطأ من الأولية وأسرع من السطحية. تستطيع المرور خلال لب الأرض؟ مستحيل، ان لب الارض فيه جزء منه ماسوريا ما تقدرش تعديه.
د تساهم في توليد الموجات الطويله، هي فعلا بتساهم في توليد الموجات السطحيه، لان كده الموجات السطحيه او الطويله بتنشا نتيجه طاقه الموجات الاوليه والثانويه. فالاجابه الممكنه هي الاجابه ج. 33 يتكرر حدوث زلزال في اليابان والدول الاسيويه، استنتج سبب ذلك. ليه عندهم زلازل كل شويه؟ لانها موجوده على حافه لوح تكتوني، واحنا عارفين ان الزلازل التكتونيه زلازل شائعه وكثيره الحدوث. السؤال 34، الرسم المقابل يوضح نقطة فوق مركز أحد الزلازل أي النقاط الآتية شدة الزلزال عندها أقل ما يمكن. شدة الزلزال بيكون أقل ما يمكن، لسه قايلها من شوية. شدة الزلزال بيكون أقل ما يمكن هي المناطق البعيدة عن مركز الزلزال، يعني المنطقة واي وإم. 35 حدث ترسيب في المنطقة ألف مقابل تفتيت في المنطقة باء. آدي المنطقة ألف حصل عندها ترسيب، صح؟ ألف عندها ترسيب وبقى عندها تفتيت. ينشأ عن ذلك سريان اللافا، لأ، كده الماجما اللي بتسري، يعني مش اللافا خالص. ارتفاع الجبال في المنطقه باء، سريان الصهاره من باء لالف، لا. ارتفاع الجبال في المنطقه الف، مفيش جبال في المنطقه الف اصلا، فالاجابه باء هي الاجابه الصحيحه. 36 مثال للحركات التكتونيه الممثله في القطاعات 1 و2 و3 على الترتيب. 1 حركه تقاربيه، و2 حركه تباعديه، و3 حركه انزلاقيه. 3 حركه انزلاقيه، الاجابه يا خليج عقبه يا صدع سان اندرياس، صح؟ يعني الاجابه يا باء يا دال. طب 1 مش قلنا انها حركه تقاربيه، تنفع تبقى البحر الاحمر؟ لا. تنفع تبقى جبال الانديز؟ وفي النص حركه تباعديه البحر الاحمر، مظبوطه، تبقى الاجابه ده المظبوطه. 37 الحركه البانيه للجبال يصاحبها كل ما ياتي ما عدا تشوه الطبقات، خسف شديد، طيات منبسطه، لا، لان الطيات المنبسطه يا شباب بتكون موجوده في الحركات البانيه للقارات. فاولى ذات المخ قال فالاجابه باء. 38 ناخد بقى شيء بس. 38 ترتيب وصول الموجات الزلزاليه الى اجهزه السيزموجراف. طبعا هي اوليه، بعد كده ثانويه، بعد كده سطحيه. اوليه ثم مستعرضه ثم طوليه، لا ثم طويله، كانت تبقى صح. طويله الاول، لا. ابتدائيه ثم ثانويه ثم طويله، ابتدائيه ثم ثانويه ثم طويله ممكنه. ابتدائيه ثم ثانويه ثم طوليه ما تنفعش، فالاجابه ج. 39 إذا وصلت الموجات الثانوية إلى محطات رصد الساعة 9:30، ما زمن وصول الموجات الأولية التي وصلت إلى نفس المحطة؟ بيقول الثانوية وصلت 9:30، تبقى الأولية أكيد وصلت قبلها لأنها أسرع منها. يعني وصلت 9:25. ما نوع الحركة التكتونية بين 5 و7؟ فين 5 وفين 7؟ ادي 5 وادي 7، طبعا الحركه منهم حركه تباعديه. ليه؟ لان 5 دي تروح تخبط هنا وتكون جبال الهيمالايا، و7 دي انتاركتيكا القاره المتجمده القطبيه، فحركه تباعديه. كونت البحر الاحمر؟ لا طبعا، البحر الاحمر ماله مال هنا، البحر الاحمر متكون هنا كده، فالاجابه تباعديه. كونت المحيط الهندي فعلا لانها ناتجه من تفتق قاره جندوانا. تبعا لنظريه الفريد فيجنر فان زحف القارات يرجع الى ايه؟ الى حاجه اسمها التيارات الناقله للحراره في السيما. تيارات الناقله للحراره في السيال، لا. تيارات الناقله للحراره في السيما، 42 إذا علمت أن زاوية انحراف المغناطيس لصخر الهيماتيت 15 مما يؤكد تكونه في منطقة قريبة من إيه؟ بما إنه 15 يبقى اتكون أكيد عند خط الاستواء. 43 يمثل الشكل المقابل جزء من القشرة الأرضية يتأثر بدوامات تيارات الحمل. ما الذي يمكن أن يتحول إليه الشكل مستقبلا؟ طبعا إحنا عارفين إن اللي عنده تيارات صاعدة ده هو هيكون عنده هنا هو حيد وسط محيط، واللي عنده تيارات هابطة اهو هيكون عنده أغوار. فالإجابة إن هنا أغوار وهنا حيد، يبقى الإجابة ج. أغوار وحيد، ج صح. 44 أي مما يلي لا يسبب حدوث الزلزال. لا يسبب حدوث الزلزال، فالق عادي أو معكوس هيسببوا حدوث زلزال لأن في كسر. تحول ضغط الوضع، الحركة التقط وضع، لا ده الوضع هي اللي تتحول لحركة، يبقى هي دي الإجابة اللي هو عايزها. 45 أمامك شكل يوضح حركة الألواح التكتونية، ما نوع الحركة الموضحة في الشكل؟ دي حركة تقارب لوح محيطي مع لوح قاري، يبقى حركة تقاربية. هدامة ممكن. تقاربية ينتج عنها صخور جرانيتية، لا ده لوح قاري مع لوح محيطي، يبقى اللي هيكون هنا جبال الانديز، صخر الانديزيت يعني. تقاربية ينتج عنها صخور انديزيتية، صح. 46 الشكل يوضح جزء من قاع المحيط ألف تمثل حيد وسط المحيط، كلام جميل. الأشرطة المغناطيسية المتماثلة في العمر واتجاه المغناطيسية مما يلي هي مين؟ هل 3 و6؟ 3 ده و6 ده قد بعض في العمر؟ لا ده أقرب للحيد فده أحدث في العمر، ما ينفعش. الشريط 5 والشريط 8، الشريط 5 و8 برضو لا، لأن 5 الأقرب للحيد، ف5 هو
احدث. طيب يبقى دي ما تنفعش ودي ما تنفعش. الشريط 4 والشريط 7، 4 و7 هما الاثنين على نفس البعد من الحيط حصل، هما الاثنين اقطابهم المغناطيسيه معكوسه، يبقى مظبوط الاجابه ج. 47 الرسم المقابل يوضح نقطة فوق المركز لأحد الزلازل، أي النقاط التالية شدة الزلزال عندها أكبر ما يمكن؟ شدة الزلزال أكبر ما يمكن في الأقرب للحيط، في الأقرب سوري، في الأقرب ل نقطة فوق مركز زلزال، فالإجابة هي ال، ممكن إكس كمان، لكن مش واي ومش إم، لأن إحنا قلنا في السؤال اللي قبلها إن هي عندها أضعف شدة للزلزال يعني. وجد صخر في منطقة في كندا بأمريكا الشمالية زاوية انحرافه المغناطيسي 10، ماذا نستنتج من ذلك؟ إن طبعا أمريكا الشمالية دي كانت موجودة قرب خط الاستواء، بعد كده اتحركت ناحية الشمال. أمريكا الشمالية كانت موجودة قرب خط الاستواء. السؤال 49 ما المتوقع حدوثه عند النقطة إكس؟ النقطة إكس دي عندها تقارب بين لوح قاري ولوح محيطي. هل خروج لافا مكونة جبال جرانيتية؟ لأ. اندفاع ماجما مكونة قباب عالية اللزوجة؟ يا عم عند إكس ده بركان يا عم، عند إكس بركان يا عم، ما ينفعش يا عم. خروج ماجما مكونة قباب منخفضة اللزوجة؟ يا عم لأ. اندفاع لافا مكونة جبال انديزيتية، صح، لأن ده بركان ومتوسط نتيجة تقارب لوح قاري مع لوح محيطي. ماذا يحدث في مناطق تداخل الألواح التكتونية؟ تشققات تؤدي لحدوث براكين؟ تشققات تؤدي لتصاعد المياه الجوفية، يتكون عندها حيض وسط المحيط، يتكون عندها صخور نارية حمضية، يتكون عندها حدوث براكين ممكن. أي المناطق التالية تواجد بها الحركة التكتونية الموضحة بالشكل التالي؟ الحركة التكتونية الموضحة بالشكل التالي هي تقارب لوح قاري مع لوح محيطي. عرفت ازاي يا مستر؟ لأن ده سميك خالص أهو وده سمكه قليل، والاتنين واحد فيهم اندس تحت التاني، يبقى تقارب لوح قاري مع لوح محيطي يبقى يتكون البحر المتوسط. أي الحركات الآتية أدت لتكوين جبال الإنديز؟ جبال الإنديز ده اهي نتجت نتيجة تقارب لوح قاري مع لوح محيطي. زهقتوا؟ قلنا كتير قوي. تقارب لوح قاري مع لوح محيطي، حركة تقاربية أو تقاربية، دي غلط ودي غلط. حركة تقاربية بين لوحين ليهم نفس الوزن النوعي؟ لا. ولا تقاربية بين لوحين مختلفين في الوزن النوعي؟ قاري ومحيطي مختلفين عن بعض في الكثافة. القشرة القارية بتكون كثافتها منخفضة والقشرة المحيطية كثافتها عالية. 53 في الشكل الموضح تم تسجيل قدر الزلزال في المحطة B وبلغ 5 ريختر، كما يبلغ قدر الزلزال من غير ما اكمل 5 و5، لأن قدر الزلزال احنا عارفين انه دايما ثابت، أما شدة الزلزال هي اللي بتختلف نتيجة البعد عن المركز. 54 كل التراكيب الجيولوجية الآتية يمكن تواجدها في مناطق النشاط الزلزالي، مناطق النشاط الزلزالي ما عدا ايه؟ ضغط أدى لانثناء ثم كسر يعمل زلزال، كسر يعمل زلزال، كسر يعمل زلزال. انثناء الطبقات من غير كسر لا، دي ما تعملش زلزال خالص، الإجابة ج. اتفقنا؟ واحنا بنشرح مريم اللي بتنط الحبل فحولت طاقة الوضع لطاقة حركة، لما طاقة الوضع تحول طاقة حركة ما حصلش ده غير في وجود الكسر بس، فلازم يبقى في كسر، يعني الإجابة ج هي الإجابة اللي هو عايزها، لأنه بيقول لي ما عدا. 55 كل ما يأتي من الأدلة على حدوث الانجراف القاري ما عدا إيه؟ ما عدا وجود الشعاب المرجانيه بالقرب من المنطقه القطبيه، ده دليل على الانجراف القاري. الشعاب المرجانيه بتتكون في منطقه مداريه، وجودها قرب المنطقه القطبيه دليل على الانجراف القاري فعلا. وجود صخر زاويه انحرافه 10 عند المنطقه القطبيه، ده انجراف قاري فعلا، لان المفروض صخر زاويه انحرافه 10 ده يبقى موجود جنب خط الاستواء. فحم بالقرب من المنطقه البارده برضه دليل على الانجراف القاري، لان الفحم المفروض بيتكون في المنطقه الاستوائيه، ووجوده قرب المنطقه البارده دليل على الانجراف القاري، تبقى هي الاجابه د بقى. صخر زاويه انحرافه 80 عند المنطقه القطبيه، ما ده الطبيعي اصلا، صح، هو ده اللي هو عاوزه. السؤال 56 حدث زلزال تكتوني عنيف نتج عنه الموجات الموجوده بالشكل. برضه من حظنا ان الرسمه دي موجوده في كتاب المدرسه وان في كراسه المفاهيم، والشكل اللي قدامي ده هي الموجات السطحيه. الموجات السطحيه بقى مالها؟ يتم تسجيلها وينشأ عنها دمار؟ طبعا يتم تسجيلها ولا تسبب دمار؟ لا يا جماعه، الموجات السطحيه هي اخر ما يصل لمحطات الرصد ويعزى اليها الدمار الشامل، هي اللي بتسبب دمار البيوت. 57 تعتبر جبال الانديز عرضة للزلازل، وذلك لأنها إيه؟ تقع فوق تيارات حمل صاعدة، ولا حواف تباعدية، ولا تقع وسط الألواح المحيطية، ولا تقع بالقرب من ألواح تكتونية؟ من الألواح التكتونية طبعا، من تقارب لوح قاري مع لوح محيطي. عارف إنك زهقت، هو الكتاب مكرر، أعمل إيه يعني؟ ده كتاب مدرستكم. 58 أي منها يسبب الدمار الشامل؟ مين في دول بيسبب الدمار الشامل؟ أول واحد، مش إحنا هو بيقول لك إن ده الزمن، صح كده؟ فالاقرب او اللي بياخد وقت اقل ده الموجات الاوليه، واي دي الموجات الثانويه، واس وزد دي هي الموجات السطحيه السيرفيس ويفز.
أي منها تسبب الدمار الشامل، اللي بيسبب الدمار الشامل هي زد. يحدث غرب أمريكا الشمالية ظاهرة جيولوجية في منطقة سان أندرياس. استنتج سبب هذه الظاهرة. طبعا اللي موجود في منطقة سان أندرياس هو صدع انتقالي عمودي. صدع انتقالي عمودي يعني فالق ذو حركة أفقية نتيجة حركة انزلاقية حصل. إجابة ألف. ماذا يحدث للموجات الثانوية عندما تصل إلى اللب الخارجي للأرض؟ الموجات الثانوية لما توصل للب الخارجي مش هتقدر تعدي، لا تنفذ. ليه؟ لأن الموجات الثانوية بتمشي في الأوساط الصلبة بس، ما بتمشيش في السوائل والغازات. 61. الشكل التالي يوضح حركة تكتونية، حركة طبعا تقاربية ما دام في اندساس وسمك اللوح ده زي سمك اللوح ده، فالاتنين دول لوحين محيطيين وفوقهم مية وسطح البحر. استنتج نوع ونتيجة حدوث الحركة التكتونية. دي حركة تقاربية يا مستر. تقاربية باللوح محيطي ولوح قاري تكون جبال الانديز، ولا تقاربية باللوحين محيطيين تكون قوس جزر بركانية؟ الإجابة الصح. 62. الحركات الأرضية تؤدي إلى ارتفاع أو هبوط أجزاء من الأرض كما كانت وقت الترسيب. استنى، دي حركة بانية للقارات يعني، ولا ينشأ عنها طي عنيف ولا تصدع. أي مما يلي اتكون بسبب تلك الحركات. طبعا هو أخدود نهر كولورادو اللي اتكون نتيجة حركات بانية للقارات. وجود صخر ناري زاوية انحرافه المغناطيسي 85 بالقرب من القطب الشمالي، يبقى هو كده مكان تكونه، ما اتنقلش، لأن احنا عارفين إن زاوية الانحراف بتساوي 0 عند خط الاستواء و90 عند الأقطاب. بالتالي 85 ده مكانه الطبيعي. أن الصخر لا يحتوي على معادن غنية بالحديد، ولا حدوث انجراف قاري، ولا أن الصخر تكون بقرب من خط الاستواء، ولا أن ده مكانه الأصلي، ده في نفس مكانه الأصلي. 64. حركة الألواح التكتونية التي تنشأ عنها تغيير في مساحة القشرة الأرضية. تغيير في المساحة يعني يا إما المساحة تقل يا إما المساحة تزيد. يظهر تأثيرها في إيه؟ قال لك بقى إيه؟ لا ينشأ. شوف ما خدتش بالي. لا ينشأ عنها تغيير في المساحة. الإجابة طبعا هي خليج العقبة، لأن الحركة الانزلاقية اللي بتحرك فيها لوحين بالشكل ده ما بتغيرش فيها أو ما بيزيدش فيها ولا بيقل مساحة القشرة الأرضية بشكل إقليمي، لأن قوة الشد والضغط هي اللي تزود المساحة أو تقلل المساحة، لكن إجهاد القص ما بيعملش كده، وقلنا الكلام ده في الباب الأول. 65. تباين درجات الحرارة في الجزء العلوي من الوشاح يؤدي إلى تكوين كل ما يأتي مع ده. أكيد بيكون دوامات تيارات حمل. دوامات تيارات حمل كونت جبال الهيمالايا وجبال الإنديز والجزر البركانية، لأن كل دول نواتج حركة الألواح التكتونية. لكن الأخدود العظيم نهر كولورادو هي حركة بانية للقارات، ملهاش علاقة بوجود دوامات تيارات الحمل الموجودة في الأثينوسفير. السؤال المقالي الوحيد اللي عندنا بيقول لي أحد الظواهر الجيولوجية في مصر جبال جنوب الإسماعيلية. نعمل جنبها قلب عشان بحب الإسماعيلية. ما نوع الحركة المسببة لها؟ نوع الحركة المكونة لجبال جنوب الإسماعيلية هي حركات بانية للجبال، طبعا جبال اسمها شبراويت. ما مميزات الفوالق المصاحبة ليها؟ فوالق ذات ميول قليلة وإزاحة جانبية كبيرة. حدد نسيجين للصخور النارية المصاحبة ليها. طبعا الحركات البانية للجبال بتؤدي إلى هياج الصهارة اللي بتصعد لأعلى، ممكن تتجمد في الطريق وممكن تتجمد فوق سطح الأرض. لو اتجمدت في الطريق تكون صخور نارية متداخلة، ولو اتجمدت فوق سطح الأرض تكون صخور نارية بركانية. المتداخلة ده اهي بيكون النسيج بتاعها بورفيري، صح، والبركانية اللي على سطح الأرض بيكون نسيجها دقيق التبلور أو زجاجي، وهو ده اللي هو طالبه مني. دول كانوا أسئلة الباب الرابع في كتاب المدرسة. بالنسبة لأسئلة الباب الخامس، فالسؤال الأول بيقول: عند استمرار تأثير العوامل الخارجية فقط على القشرة الأرضية في منطقة ما، فإن المتوقع حدوث جميع ما يلي ما عدا. العوامل الخارجية زي ما احنا عارفين المفروض ان دورها انها بتحاول تساوي سطح الارض عن طريق عملية التعرية، التفتيت والنقل والترسيب، صح؟ لكن العوامل الداخلية ما بتسيبهاش تعمل ده بتأثير الحركات الأرضية والأنشطة البركانية اللي بتعيد ارتفاع أجزاء أخرى من الصخور. فلو العوامل الخارجية بس هي اللي بتأثر على الصخور، هل هيتغير شكل سطح الأرض؟ أكيد هيتغير شكل سطح الأرض. هل هيتسوى سطح الأرض؟ أكيد هيتسوى سطح الأرض. هل هيعاد التوازن بتاع القشرة الأرضية؟ لأ، لأن اللي بيعيد توازن القشرة الأرضية هي العوامل الداخلية بما لها من أنشطة بركانية وحركات أرضية زي ما كنا بنتكلم من شوية. السؤال التاني بيقول لي: أي العوامل التالية غير مؤثر في التيارات المائية؟ ما بيأثرش في التيارات المائية. احنا عارفين الحركة بتاعة المية السطحية بيأثر عليها اتجاه الرياح وشدة الرياح هي اللي بتخلي الأمواج تتكون، لكن التيارات البحرية اللي بيكونها درجة حرارة المية اللي بتتحكم في كثافة المية، صح؟
وملوحة المية اللي برضو بتتأثر بدرجة الحرارة. لكن اتجاه الرياح بيأثر على ايه؟ بيأثر على حركة المية السطحية، مش في التيارات البحرية. السؤال الثالث بيقول صخور جيرية في منطقة صناعية ساحلية. صناعية يا شباب يعني فيها ثاني أكسيد الكربون. ساحلية يعني رطبة، يعني فيها مية كتير في الجو أو بخار مية كتير في الجو. وأخرى في منطقة صحراوية يعني ما عندهاش مية، صح كده؟ يوجد في الأولى مغارات والتانية بجوارها فتات من الكالسايت. نستنتج من ذلك إن إيه؟ إن حدث للأولى تجوية ميكانيكية والتانية كيميائية. استنى، مش الأولى عندها مية والتانية ما عندهاش. اللي عندها مية هي اللي هتتأثر بالتجوية الكيميائية، لكن التانية اللي ما عندهاش مية هي اللي هتتأثر بالتجوية الميكانيكية. يعني الإجابة ده. السؤال 4 بيقول لي وجود الأخاديد في بعض الصخور يفسر عمل هدمي لمين؟ احنا خدنا الأخاديد اللي بينها جروف قليلة الارتفاع والتي تحدث في شبه جزيرة سيناء بتتكون بسبب عمل هدمي ميكانيكي للأمطار. سؤال مباشر. السؤال الخامس، عند مقابلة نهر مع بحر تحدث به تيارات شديدة مش هيتكون دلتا، صح؟ مش هيتكون دلتا، هيتكون مصب عادي. من دراسة العوامل الخارجية والداخلية يتكون سطح الأرض أو يكون سطح الأرض يكون إيه؟ يكون ثابت ظاهريا، لأن الثبات في شكل سطح الأرض ثبات ظاهري. ليه؟ لأن العوامل الخارجية والداخلية بتأثر عليه وبتغير في شكله، فالثبات ده ثبات ظاهري لحضرتك بس. لأن التغير اللي بيحصل في سطح الأرض بيحصل عبر ملايين السنين، وللأسف إحنا عمرنا أقصر من كده بكتير. السؤال 7، أمامك قطاع جيولوجي في منطقة حلوان المشهورة بمصانع الحديد والصلب. مصانع الحديد والصلب يعني هيخرج منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، صح؟ ما التغيرات التي قد تحدث لهذه المنطقة عند تكرار تعرضها لأمطار غزيرة لفترة طويلة؟ طبعا طبعا طبعا، عملية الكربنة اللي هي المية المتحدة بثاني أكسيد الكربون هي اللي هتأثر عليها. يبقى تآكل الطبقة الرملية أكيد لأ، تآكل طبقة الطفل لأ، اللي بيتأثر بعملية الكربنة هي الصخور الجيرية. يعني الإجابة ج. السؤال 8 بيقول لي أي المعادن التالية يميز حدوث التجوية الميكانيكية فقط للجرانيت؟ الميكانيكية بس للجرانيت. لو حدث تجوية كيميائية يا مستر للجرانيت، الفلسبار هيتحول لكولينايت، صح؟ والمايكا هتحول لمعادن فصيلة الطين، والكوارتز هيفضل زي ما هو. لكن اللي بيميز حدوث التجوية الميكانيكية هو الفلسبار. قول لي ليه؟ لأن وجود الفلسبار في المكان ده معناه عدم حدوث تجوية كيميائية للصخر. لأن لو كانت أثر بتجوية كيميائية كان زمان الفلسبار اتحول لكاولينايت. فوجود الفلسبار دليل على ان المكان ده حدث له تجوية ميكانيكية مش كيميائية. السؤال 9، أثناء تجولك في رحلة جيولوجية في منطقة أسوان، ما سبب تواجد فتات صخري يزيد قطره عن 60 ملم وردي اللون بجوار صخر له نفس اللون تنفصل عن جزء من سطحه قشرة صخرية سمكها 7 سم؟ والله واضح ان هو بيتكون على مين، بيتكلم على مين؟ بيتكلم على الجرانيت اللي ظهرت عليه قشور كروية الشكل. القشور دي نتجت نتيجة إيه؟ نتيجة تعرض الصخر لعملية الكربنة ثم ارتفاع وانخفاض في درجة الحرارة؟ لا، القشور الكروية بتنشأ نتيجة تخفيف الحمل نتيجة التعرية. إزالة كتلة صخرية من فوق صخر ثم التباين في درجات الحرارة، ولا إزالة كتلة صخرية من فوق صخر ثم التعرض لعملية الكربنة؟ أيوه، هي دي الإجابة الوحيدة الممكنة، صح؟ سؤال 10، إذا ارتطمت أمواج البحار بصخور الشاطئ المكونة من الرخام والحجر الجيري، فإنه طبعا الرخام هيتاكل أكتر من الحجر الجيري. إشمعنى؟ لأن إحنا خدنا في الباب الثالث إن الحجر الجيري صخر رسوبي، لما بيتعرض لارتفاع في درجة الحرارة بيتحول لرخام، ولما بيتحول لرخام صلابته بتزيد. أي صخر لما بيتحول لصخر تاني عملية التحول بيصاحبها طبعا زيادة في الصلابة. تبقى الإجابة إيه؟ الإجابة هتكون تعرجات بس لأن الحجر الجيري اتآكل أكتر من الرخام. أيوه الإجابة ألف، إجابة ممكنة. 11، تمت إضافة متحف مفتوح في مدينة الإسكندرية من الآثار الغارقة في مياه البحر المتوسط نتيجة الحركات الأرضية الهابطة شمال الدلتا. تنبأ بالتغيرات التي تحدث لهذه الآثار المصنوعة من صخر أبيض به تعرقات وحفريات مشوهة. يقصد يعني صخر الرخام. صخر الرخام هيتأثر بالكربنة، صح؟ هيذوب بفعل الأكسجين؟ لا، بفعل الأمطار الحمضية ممكن. الإجابة بقى إجابة ممكنة. 12، كل مما يلي يعتبر من نواتج النحت المتباين ما عدا مين؟ مساقط المياه نحت متباين، والمصاطب الصحراويه نحت متباين، والمياندرز نحت متباين للانهار. لكن مخروط السيل ما هواش نحت متباين، مخروط السيل عمل بنائي.
13 أي الغازات التالية عند ذوبانه في ماء المطر يكون تأثيره على صخر البريدوتايت. صخر البريدوتايت صخر غني بالحديد والمغنيسيوم. صح، أخدناه في الباب الثالث، صخر غني بالحديد والمغنيسيوم لأنه صخر فوق قاعدي. يبقى لما هيدوب في مياه الأمطار الأكسجين هيتأثر بعملية الأكسدة. ما النتائج المترتبة على مرور مياه نهر على صخور ذات مسامية عالية ونفاذية قليلة؟ لما نهر يعدي، نهر ماشي فيعدي على صخور مساميتها عالية، ايه اللي هيحصل لها؟ هتشرب الميه دي، هتشرب الميه، بالتالي حجم الميه هيقل حجم الميه، هيقل حجم الميه. الاجابتين دول مش صح. يقل حجم الميه ويرسب حمولته ولا تزداد ولا تزداد سرعته؟ طبعا لما حجم الميه بيقل النهر بيرسب الحموله اللي هو شايلها ويكون بقى شكل من اشكال الترسيب بتاعه النهر زي ما احنا خدنا فيه الانهار. 15 صخر مكون من عده معادن في الصحراء الغربيه تفتت مع مرور الزمن مع احتفاظه بمعادنه الاصليه. ده معناه ان التجويه اللي حصلت هنا هي تجويه ميكانيكيه. صح، تجويه ميكانيكيه يعني اكيد مش الكربنه واكيد مش الاكسده. امال حصل له ايه؟ حصل له تخفيف حمل ولا حصل له اختلاف في درجه الحراره؟ وبيقول لي في الصحراء الغربيه يا صديقي، وفي الصحراء في اختلاف في درجات الحراره بين النهار والليل. الاجابه ج. 16 إذا علمت أن قلعة قايتباي في سواحل اسكندرية مبنية من الحجر الجيري لماذا تحتاج إلى ترميم مستمر؟ الحجر الجيري بيتأثر بالمية اللي دايب فيها ثاني أكسيد الكربون بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون وقلة الرطوبة ولا زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون وزيادة الرطوبة؟ الإجابة ج. 17 في أحد وديان الصحراء الغربية وجد حصى حاد الزوايا من صخر البازلت بجوار كتلة بازلتية. حصى حاد الزوايا يا شباب وفي الصحراء الغربية، يبقى الإجابة أكيد مش تجوية كيميائية، الإجابة تجوية ميكانيكية. ميكانيكية بقى نتيجة تعرية وتقشر ولا تباين حراري؟ اتفقنا إنه في الصحراء بتكون بسبب التباين الحراري. 18 أي المعادن وجوده لا يميز نوع التجوية التي يتعرض لها صخر الجرانيت هو الكوارتز. اشمعنى؟ لأن الكوارتز يا صديقي من نواتج التجويه الميكانيكيه ومن نواتج التجويه الكيميائيه لصخر الجرانيت. يعني لو صخر الجرانيت اتاثر بالتجويه الكيميائيه هيبقى فيه كوارتز لان الكوارتز ما بتاثرش بالتجويه الكيميائيه. طب ولو اتاثر بالتجويه الميكانيكيه، لو اتكسر لقطع من الفلسبار والمايكا والكوارتز، الكوارتز برضه هيكون موجود. فمعنى وجود الكوارتز انا ما اقدرش احدد نوع التجويه الموجود هنا هو تجويه ميكانيكيه ولا كيميائيه. ماذا يحدث عند مرور رياح محمله بالرمال على تتابع صخري يتكون من صخور جيريه تعلو صخور طينيه؟ يعني الصخور الجيريه هي اللي فوق والصخور الطينيه هي اللي تحت. ده معناه ان هتتاكل الصخور الجيريه؟ لا طبعا، الصخور الطينيه هي اللي تتاكل. لا تتاكل الصخور الجيريه فقط وتترسب حموله الرياح، لا برضه تتاكل الصخور الطينيه حصل وتسقط الصخور الجيريه بفعل الجاذبيه. الاجابه ج هي الاجابه الممكنه. 20 العلاقه بين حجم الرواسب وعمق مياه البحر علاقه ايه؟ كل ما دخلت جوه البحر، دخلت جوه اعماق البحر، كل ما حجم الرواسب كان بيقل. يبقى كل ما زاد العمق كل ما قلت الاحجام بتاعه الرواسب. يعني العلاقه بينهم علاقه عكسيه. ما الشكل الذي ينتج من تاثير اصطدام هذه الطبقات بالشحنه المحموله بالرياح فترات زمنيه طويله؟ الشحنه المحموله بالرياح هتعمل ايه في صخر رسوبي بيتكون من 45 مايكرون يعني يقصد الطين، وصخر تاني بيتكون من كربونات الكالسيوم يعني يقصد الحجر الجيري؟ صح. ايه اللي هيحصل؟ الحجر الجيري هيفضل زي ما هو لكن الطين اللي فوق ده هو اللي هيتاكل، فتبقى الاجابه ج. 22 من خلال دراستك للعمل الجيولوجي للرياح اجب ما الذي يعبر عنه المتغير س. المتغير س ترسيب حمولة الرياح. بيقول المتغير س كل ما زاد كل ما ترسيب حمولة الرياح قلت. كل ما ترسيب الحمولة قل، يعني كل ما النحت زاد يا جدعان. صح، كل ما العامل س زاد كل ما النحت زاد، عشان كده الترسيب قل. يبقى ايه اللي بيخلي الرياح نحتها يزيد؟ طبعا هي شدة الرياح. كل ما شدة الرياح كانت اقوى كل ما نحتت اكتر، فالاجابه الف. السؤال 23 بيقول لي تعرضت الرواسب الجيريه المتماسكه لرياح شديده واصطدامها بنتوء مرتفع بين اسكندريه ومرسى مطروح، يحدث ايه للرواسب الجيريه؟ الرواسب الجيريه هتكون كثبان زي ما احنا عارفين، كثبان ساحليه، والاجابه الوحيده اللي فيها كثبان ساحليه الاجابه باء، فالاجابه تكون باء. 24 اي انواع الصخور الاتيه اكثر تاثرا بوجودها في مناطق رطبه يستخدم فيها الفحم كوقود؟ يقصد بها ثاني اكسيد الكربون والميه يعملوا مع بعض عمليه الكربنه اللي تاثر على الصخور الجيريه. 25 بيقول لي تكثر التموجات في سطح الرمال بالمناطق الصحراويه، استنتج السبب في تواجد هذه التموجات. التموجات يعني الكثبان الرمليه اللي في المناطق الصحراويه بتنشا نتيجه تناقص كميه الرمل تدريجي مما يسبب بطء حركه الرياح
ولا الحركة البطيئة للرياح بسبب زيادة حمولتها؟ أيوة هي دي الإجابة، لأن هي عمل بنائي للرياح زي ما احنا عارفين. 26 استنتج التركيب الناتج عن مرور مياه النهر فوق كتلة بازلتية تعلو طبقة من الحجر الجيري. تخيل معايا كتلة بازلتية تعلو طبقة من الحجر الجيري، ساعتها الحجر الجيري هو اللي هيتاكل، اللي هيتكون هي مصطبة نتيجة تآكل الحجر الجيري أكتر من البازلت. 27 خد بق مية. تتكون دلتا النهر في مرحلة من مراحل عمر النهر، طبعا هي مرحلة الشيخوخة، اللي بتتميز بإيه؟ بزيادة الترسيب عن النحت. أيوة هي الإجابة ألف. الشكل التالي يوضح مراحل عمر النهر، رتب تلك الأشكال حسب أسبقية تكونها. أكيد أربعة، ده أول واحد هيتكون، ده أول واحد. بعد كده الفي الواسعة هيكون تاني واحد. بعد كده الشيخوخة اللي هي الإجابة اللي بعد كده الشيخوخة يعني. وأخيرا هي المصاطب الإجابة ثلاثة: شباب، نضوج، شيخوخة، ثم تصابي. أربعة اتنين واحد تلاتة، أربعة اتنين واحد تلاتة، الإجابة دي. 28 ما السبب في اختزال أفرع دلتا نهر النيل إلى فرعين فقط؟ طبعا زيادة الترسيب لمنطقة شديدة الخصوبة، يعني بيتكلم على آه، آه، بيتكلم على السهل المنبسط، والسهل المنبسط بيتكون في مرحلة الشيخوخة، يعني على شكل قوس. قوس الإجابة باء أو دال. وجود أو خلو ماء البحر من التيارات الشديدة ولا وجود تيارات شديدة؟ لا طبعا، عشان تتكون الدلتا لازم يبقى البحر خالي من التيارات الشديدة. 29 وجدت تكوينات جيولوجية في وادي فيران بطريق سانت كاترين اسمها الشرفات النهرية، ومثلها على جانبي النهر بوجه إبلي. ما سبب هذه التكوينات؟ طبعا شرفات نهرية. الشرفات النهرية تنتج نتيجة اعتراض النهر العائق وتغير منسوب المياه عند الفيضان. أيوة ممكن. مرور المياه بين صخور غير متجانسة، ولا مقابلة البحر لتيارات شديدة، ولا مرور مياه النهر على صخور غير متجانسة؟ لا هي الإجابة ألف، الشرفات النهرية. السؤال 30 أخذت عينة من قاع أحد الأنهار فكان الحجم السائد لحبيبتها هو الطمي والطين. بيقول لي نهر وهو ماشي، أنا جيت أشيل كده حفنة من الرواسب اللي موجودة في القاع بتاعه، لقيتها عبارة عن طمي وطين. عارف ده معناه إيه؟ معناه إن النهر ده مش قادر يشيل الطمي والطين. ده معناه إن النهر ده عجوز شيخ. الإجابة قوس. 31 إذا وجدت طبقة تحتوي على قطع صخرية ذات حواف مستديرة جميلة مغطاة بطبقة من الرمال ثم رواسب من الطين، رواسب من الطين فوق خالص، تنبأ أي تلك التراكيب تنتمي إلى هذه الرواسب؟ طبعا الشكل ده اسمه تدرج طبقي، واللي بيكونه هو الرواسب النهرية. لما الاقي الحبيبات الكبيرة تحت والحبيبات الصغيرة فوق يبقى الشكل ده اسمه تدرج طبقي. الإجابة د. 32 ما الذي يتكون عند تقابل مجرى مائي عذب مع بحيرة تكونت بفعل حواجز؟ يقصد يعني بحيرة يا أستاذ تقابلت مع نهر، صح؟ النهر لما بيقابل بحيرة بيكون دلتا نهرية. 33 في الصورة التي أمامك أي من الأشكال X و Y و Z السبب في تكوينه والتغير في الحالة الفيزيائية للمية؟ أكيد طبعا هو Y، اللي هو اختلاف درجات اختلاف الحالة الفيزيائية للمية، اللي أدت لإيه؟ لتكوين المنحدر الركامي. مين في دول منحدر ركامي يا جماعه؟ ده اسمه مخروط سيل، وده اسمه مخروط سيل برضو، لكن واي هو المنحدر الركامي. 34 الرسم الذي امامك يوضح مجرى نهري، استنتج العمليه الجيولوجيه عند اكس وواي التي ادت الى تغير شكل النهر. اللي خلى تغير النهر ده شكله يتغير هو ان في نحت حصل في واي وترسيب حصل في اكس، لان ده كرش والنحت بيكون في الكرش هنا كده عند واي، يبقى النحت عند واي واكس عندها ترسيب. الاجابه الف. 35 ادرس الاشكال التاليه ثم حدد اين تتكون الدلتا النهريه. اكيد في بحيره هادئه زي دي كده، جميل. بحر ضعيف التيارات ممكن. فالاجابه اكس ودبليو. الاجابه فين اكس ودبليو؟ اكس ودبليو، اكس وواي، اكس ودبليو اهي. 36 ادرس الشكل المقابل الذي يمثل تعرجات ساحليه في احدى المناطق الشاطئيه نتيجه عوامل التعريه، ثم اجب ما الذي ستؤول اليه المنطقه اكس باستمرار عمليه التعريه فتره زمنيه طويله. والله اكس دي لما الخليج ده خليج يا جماعه، خليج لما هيتكون عنده هنا حاجز يسد الخليج، اكس ده هيكون شاطئ لبحيره. الاجابه ج. 37 بيقول لي ادرس الظواهر الجيولوجيه الاتيه ثم اجب ما الظاهره الناتجه عن ترسيب نواتج العمل الهدمي لصخر كربوناتي. العمل الهدمي لصخر كربوناتي يقصد بيه مثلا المغارات، يعني يقصد بيه مثلا الكالسايت. الكالسايت بترسب في الشكل 3 اللي هي اسمها الصواعد والهوابط. 38 امامك ظاهره جيولوجيه في مجرى نهري، السهم يوضح اتجاه تيار الميه. ما تفسيرك
لحدوث هذه الظاهرة في المنطقتين زد وإكس. زد وإكس، زد وإكس، زد هيحدث عندها نحت وإكس هيحدث عندها ترسيب، صح كده؟ يبقى الإجابة تشابه العمل الجيولوجي ولا زيادة عمليات الترسيب؟ بيقول لي إيه ما تفسيرك لحدوث زيادة عمليات النحت ولا اختلاف العمل الجيولوجي؟ أكيد اختلاف العمل الجيولوجي، لأن إكس عندها نحت وزد عندها ترسيب. 39 إذا علمت أن نهر النيل يضيق في بعض المناطق ويتسع في مناطق أخرى، إيه اللي كان بيخلي النهر يا شباب يضيق في مناطق ويوسع في مناطق؟ كان المناخ. المناخ لما بيكون مناخ رطب بيخلي المجرى واسع، لكن لما بيكون مناخ جاف بيخلي المجرى ضيق. فالإجابة المجرى يضيق في منطقة رطبة ويوسع في المنطقة الجافة، لا العكس، الإجابة د. المجرى يضيق في المنطقة الجافة ويوسع في المنطقة الرطبة. السؤال 40. أي مراحل النهر تعبر عنها المنطقة زد؟ المنطقة زد لا عندها دلتا ولا عندها شرفات ولا عندها سهل منبسط ولا عندها بحيرات قوسية، دي مرحلة الشباب، ما عندهاش أي حاجة من دول. 41. ما السبب في تكوين الظاهرتين A و B؟ والله الظاهرة دي اسمها شلالات والظاهرة دي اسمها مغارات ساحلية. طيب كلاهما نتج نتيجة تآكل غير متساوي في صخور غير متجانسة حصل، لأن الصخور هنا اتاكلت، الصخور الرخوة اتاكلت أكتر من صخور رخوة بس بفعل البحر، هنا اتاكلت صخور رخوة برضو أكتر من صخور الصلبة بس بفعل النهر. 42. ادرس الرسم التخطيطي لمنكشف أفقي لصخور منطقة شاطئية ثم تنبأ. المنطقة دي منطقة شاطئية وبتتاكل، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الصخور الطينية هتتاكل، الصخور الطينية هتتاكل لكن الجيرية لا والجيرية لا. يعني الطينية هتتاكل والطينية هتتاكل والباقي لا، يعني الإجابة د. 43. ادرس الرسم البياني الذي يوضح نسبة صخر الجرانيت إلى معدن الكولينايت في 4 مسلات فرعونية متساوية الحجم تتواجد في مناطق مختلفة، ثم حدد أي المسلات تتواجد في منطقة بها أعلى نسبة من غاز ثاني أكسيد الكربون. أعلى نسبة من غاز ثاني أكسيد الكربون يقصد بيها أكتر منطقة حصل لها كربنة. أكتر منطقة حصل لها كربنة هي اللي فيها كولينايت كتير، يعني الإجابة زد. ما السبب في تكوين رواسب مثلثة الشكل قاعدتها تلتقي مع مصب نهر؟ يقصد الدلتا. الدلتا تكونت بفعل مين؟ بفعل قلة الحجم أو قلة حجم الماء في النهر، ولا قلة تبخر المية، ولا زيادة سرعة المية، ولا زيادة انحدار النهر؟ الإجابة هي قلة حجم المية، هي اللي بتسبب ترسيب للنهر. لاحظ الظواهر الجيولوجية ثم استنتج ما وجه التشابه بينهم. اكس دي اسمها شجرة متحجرة، وواي دي اسمها صواعد وهوابط، وزد دي اسمها صواعد وهوابط جوه مغاره طبعا، صح؟ وزد هي بحيره قوسيه او مياندرز، اعتقد بحيره قوسيه. هل العمل الجيولوجي المكون ليها ولا العامل الجيولوجي المسبب ليها ولا اماكن تكونها ولا صلابه الصخور؟ الاجابه العمل الجيولوجي. ليه؟ لان كلهم عمل هدمي زائد بنائي. 46. أي الظواهر التالية لا تتكون من النحت المتباين؟ ده بيتكون نتيجة نحت متباين، حصل نحت في جنب أكتر من جنب تاني، والشلالات برضو كذلك. التعرجات الساحلية ممكن، لكن الإجابة د إجابة مستحيلة، لأن د هي الصواعد والهوابط، والصواعد والهوابط أصلا عمل ترسيبي مش عمل هدمي. جدول بيقول لي فيه ما أهم ما يميز مجرى النهر في المرحلة إكس عن واي؟ المرحلة إكس ما عندهاش شلات ولا أسر أنهار، عندها مياندرز وبحيرة قوسية، يعني إكس ده نهر ناضج. وواي عنده شلات وأسر الأنهار، يعني ده نهر شاب. إكس ناضج وواي شاب، نكتبها إكس ناضج وواي شاب. بيقول لي بقى ما الذي يميز إكس عن واي؟ تساوي معدل الهدم والبناء ولا شدة الانحدار وسرعة التيار؟ أيوه هي دي الإجابة اللي مميزة. لا لا، لان احنا قلنا ان اكس هو اللي ناضج وواي اللي شاب، فدي المجرى وزياده العمق عند اكس برضو لا، اتساع المجرى وزياده حموله النهر. ايوه الاجابه ده. 48. ادرس الجدول الذي يمثل العمل الجيولوجي للبحار ثم استنتج ما المنطقه التي يمثلها الحرف واي. الحرف واي عنده رواسب سيليسيه، ماشي. رواسب سيليسيه يعني ممكن تبقى منطقه حافه الاعماق او الاعماق السحيقه، بس هي ما عندهاش رواسب بركانيه، يعني ما هياش منطقه الاعماق السحيقه، فالاجابه هي حافه الاعماق. 49. ما النتائج المترتبه على حدوث حركات ارضيه خافضه في منطقه يمر بها نهر قرب مصبه؟ تخيل معايا نهر عنده منبع ومصب وحصلت حركه خافضه عند المصب بتاعه، ايه اللي هيحصل؟ هيحدث زياده في السرعه، زياده الانحدار وسرعه النهر. الاجابه ج. 45. 50. الشكل المقابل يوضح مسار النهر والسهم يشير إلى اتجاه التيار في النهر، والحرفين ألف وباء على ضفاف النهر. سرعة المية عند باء تكون سرعة المية عند باء قليلة بطيئة تؤدي إلى الترسيب، لأن النحت بيكون في ألف.
51 أي من العوامل الآتية لا يؤثر في الحركة السطحية لمياه البحر. ما بيأثرش في الحركة السطحية تركيز الأملاح، لأن تركيز الأملاح بيحرك التيارات البحرية زي ما قلنا في تاني سؤال في الفيديو. 52 عندما يقل انحدار النهر وتقل كمية المية في مجرى النهر، من المتوقع ايه؟ الانحدار قل وكمية المية قلت، يعني هيحدث ترسيب ترسيب ترسيب، ويبدأ في النحت لا، مع ترسيب ويبدأ في الترسيب فالإجابة مش ألف ولا جيم، الإجابة يتساوي النحت مع الترسيب ولا تقل حمولة النهر ويبدأ في تقل آه... كلمة غريبة بصراحة، مش مشكلة نعتبرها خطأ إملائي، فهي تقل حمل النهر ويبدأ في الترسيب. أيوة الإجابة ده هي الإجابة الممكن. 53 بفكركم تاني يا شباب إن ده كتاب المدرسة، فأي خطأ فيه مش من عندي صدقني، هو كتاب المدرسة بتاعك هو اللي كده يعني. 53 اعتراض الطفوح البركانية. اشرب ميه الأول. اعتراض طفوح بركانية في مجرى النهر على شكل قوس، ده يخلي النهر يجدد شبابه، يجدد شبابه عن تكون أسرة نهرية. 54 أثناء تنقلك على شاطئ البحر المتوسط من الإسكندرية إلى دمياط شاهدت إيه؟ من الإسكندرية لدمياط شاهدت إيه بقى؟ صخور شاطئية قد تآكلت أجزاء منها بمعدل أكبر من غيرها، يعني مثلا تعرجات ساحلية، واثنين عينات مدرجة من الفتات الصخري في المنطقة الشاطئية، يعني دي ترسيب بفعل المد والجزر. الأولى تكونت من نحت الأمواج لصخور متماثلة في الصلابة، لأ. الأولى تكونت نتيجة نحت التيارات البحرية، نتيجة نحت الأمواج لصخور متباينة في الصلابة والتانية نتيجة تأثير المد والجزر، الإجابة ج. 55 الشكل التالي يوضح مياندرز النهر، جميل. والنقاط A و B مواقع على ضفة النهر، كلام جميل. ما هي العمليات الجيولوجية التي تحدث في المكانين A و B؟ A هيحدث عنده نحت وB هيحدث عنده ترسيب، مع الاعتذار طبعا عن جودة الصورة. نحت في A والترسيب في B. 56 الشكل التالي يوضح بعض الظواهر الجيولوجية في منطقة شاطئية والتي تحدث بفعل العوامل الطبيعية، ادرسها جيدا ثم أجب. ماذا تعبر عنه الأرقام 1 و2 و3 بالترتيب؟ 1 ده اسمه خليج، و2 دي اسمها بحيرة تكونت نتيجة ترسيب حواجز قفلت الخلجان، تبقى الإجابة خليج بحيرة حاجز، خليج بحيرة حاجز، الإجابة باء. 57 ما نوع التربة التي تكونت من صخور غنية بمعادن الكوارتز، أسفلها صخور غنية بمعادن الكالسايت، غنية بالكوارتز فوقها كالسايت، يبقى دي أكيد تربة منقولة لأن التركيب الكيميائي بتاعها مختلف. و58 ادرس الصورة جيدا ثم أجب. حدد نوع العمل الجيولوجي المسبب لتكوين تلك المغارات. أكيد 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 ده عمل هدمي كيميائي للمياه الجوفية. ما العامل؟ أكيد أكيد هو المياه الجوفية. استنتج أشكال الترسيب داخل المغارة، الصواعد والهواء. 59 حدد النتيجة المترتبة على تغير سرعة التيار المائي في نهر قطاعه على شكل قوس. لما سرعة المية هتتغير في قطاع على شكل قوس أو في نهر قطاعه على شكل قوس، يبقى هو كده جدد شبابه. استنتج الشكل الجديد اللي يظهر عليه القطاع شكل الشرفات النهرية. ما الأسباب التي تؤدي إلى هذا التغير؟ حاجتين: اعتراض طفوح بركانية لمجرى النهر أو حدوث حركات أرضية رافعة بالقرب من منطقة المنبع. 60 الرسم الذي أمامك يوضح مجرى نهري، الرسم يوضح اتجاه التيار المائي، جميل. استنتج سرعة التيار عند اكس وواي. عند اكس السرعة قليلة وعند واي السرعة كبيرة، لأن واي اللي عنده نحت واكس اللي عنده ترسيب. العمليات لسه قايلينها، واي عنده نحت واكس عنده ترسيب. ودي كانت أسئلة الباب الخامس. دي كانت حصة حل أسئلة الباب الرابع والباب الخامس من كتاب المدرسة. اغلب الاسئله دي اسئله جت في امتحان قبل كده، وهي اكتر اسئله شبه الاسئله اللي احنا هنشوفها في امتحان اخر السنه ان شاء الله. حل اكتر ودور اكتر على مصادر تحل منها، ولو في اي سؤال وقف عليك ابعت لنا رسائل على الواتساب، هتلاقينا بنرد عليك في اي وقت. مع السلامه.